اهلا وسهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بكم في سلسله جديده هتساعدكم تخططوا المرحله الثانويه العامه بكل سهوله وانتم مرتاحين. السلسله دي هتكون معاكم خطوه بخطوه عشان نوصل لافضل نتائج بدون توتر او قلق. لو انتم بقى مستعدين تخوضوا معركه الثانويه العامه، يلا بينا نبدا مع بعض. اول حلقه في الحلقه الاولى من السلسله دي هنتكلم عن حاجه مهمه جدا لازم تبدا بيها من دلوقتي علشان تكون مستعد للامتحانات المراجعة. كتير مننا ساعات مش عارف يبدأ منين، ودي مشكلة كل طالب. انا عارف في الثانوية العامة ازاي تراجع كل المواد وتوزع وقتك بشكل صح. ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة علشان تبدأ تتحكم في وقتك وتكون جاهز للامتحان بشكل مريح. يلا بينا نبدأ. النقاط اللي هنتكلم عنها يا شباب في الحلقة الأولى: أول حاجة هنعرف تقسيم الوقت ما بين المواد، وتاني حاجة تذاكر ايه وامتى، وتلاتة ايه اللي يتساب وتركز في ايه، ورابع حاجة طرق للمراجعة الفعالة، واخر حاجة اتكلم عنها هي تنظيم الراحة والنوم. اول حاجة بقى تقسيم الوقت ما بين المواد. اول حاجة لازم تبدأ بيها هي تقسيم الوقت. يعني مش لازم تذاكر كل المواد في وقت واحد او تحاول تخلص كل حاجة في يوم واحد، ده مش هيفيدك طبعا. لازم تحدد وقت لكل مادة على حسب صعوبتها. يعني لو مادة اصعب بالنسبة ليك حاول تخصص ليها وقت اطول، والمادة اللي اسهل او انت مستريح فيها ممكن تخصص لها وقت اقل. فحاول تكون مرن كده في توزيع الوقت لان كل مادة ليها طبيعة خاصة طبعا. وكمان خلي عندك وقت للراحة ما بين المراجعات علشان الدماغ تكون متجددة. تاني حاجة بقى تذاكر ايه وامتى. لما نيجي نتكلم عن ايه لما نيجي نتكلم عن ايه تذاكر وامتى، لازم تعرف كويس ان مش كل المواد بنفس الاولويه طبعا. يعني لو عندك ماده مثلا مش فاهمها كويس او فيها محتوى كبير، خليها الاولويه في البدايه. بعد كده ركز على ركز على المواد التانيه. اما بقى عن الوقت، لو كنت تقدر تذاكر في وقت الصبح وانت مستريح ده هيكون افضل من لو ذاكرت طبعا بالليل. الصبح دماغك لسه فريش ونشيط، تقدر تركز اكتر. اما بقى لو بتحب تذاكر بالليل، يعني خلي عندك اوقات قيلولة صغيرة علشان تقوي بيها تركيزك. تالت حاجة ايه اللي يتساب بقى وتركز في ايه. ركز في النقطة دي كويس جدا. في المراجعة لازم تكون ذكي، بمعنى تكون ذكي وتعرف ايه اللي تركز عليه وايه اللي ممكن تسيبه شوية. يعني لو في مادة فيها معلومات كتيرة كده ورغي، مش دايما بتيجي في الامتحان. ما تضيعش وقت كتير فيها، ما تضيعش وقت كتير وكبير فيها. ركز على الاجزاء المهمة اللي دايما بتيجي في الامتحانات او اللي انت شايف انها ضعف عندك. دي هي اللي هتخليك بقى اقرب للنجاح ان شاء الله. كمان حاول تركز على الملخصات، ومش لازم تذاكر كل حاجة بالتفصيل الممل. لو مش محتاجها اعمل حاجات تلخيصية كده زي الخرائط الذهنية يعني. دي هتساعدك تراجع بشكل اسرع. رابع حاجة طرق المراجعة الفعالة. المراجعة الفعالة مش بس عبارة عن القراءة السريعة وخلاص. حاول تذاكر بطرق متنوعة زي انك تستخدم الفيديوهات التعليمية او التطبيقات التعليمية. دي هتساعدك تحفظ اكتر وتفهم اكتر. كمان حاول كده تعمل اختبارات بنفسك. يعني لو عندك امتحانات سابقة بتاع السنين اللي فاتت حاول تحلها في نفس الوقت اللي هتعمل فيه الامتحان. ده هيساعدك تحسن سرعة الحل وتفهم شكل الأسئلة وطبيعتها، وعلشان تراجع بشكل أكتر فعالية. حاول تقسم المواد على مدار اليوم بحيث ما تذاكرش كل حاجة مرة واحدة. خامس وآخر حاجة تنظيم الراحة والنوم. المراجعة مش بس مذاكرة، لازم تهتم كمان بالراحة طبعا. خلي عندك ساعات كافية للنوم علشان تكون مركز في اليوم اللي بعده. لو نمت بشكل كويس هتكون اكتر تركيز وانت بتذاكر، لكن لو سهرت بقى لوقت طويل من الليل مش هتقدر طبعا تركز في اليوم اللي وراه. خلي في جدولك وقت للراحة لازم ما بين ساعات المذاكرة. زي ما بتخصص وقت للمذاكرة خلي برضو وقت للنوم والراحة علشان تكون مستعد للامتحان بكل طاقتك. وبكده يا شباب نكون خلصنا الحلقة الأولى. زي ما شفتوا المراجعة مش بس مذاكرة كتير، ده تنظيم وقت وتركيز على أهم الحاجات. في الحلقة الجاية إن شاء الله الحلقة التانية هنتكلم عن جدول آخر 3 أسابيع يومك المفروض يبقى عامل إزاي.
يلا مستنيكم في الحلقة الجاية، ولو عندكم اي استفسار او تعليق نكون جاهزين مع بعض اكتبوها لي تحت في الكومنتس، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. سلام.